عمرك فكرت في يوم من الأيام ليه ربنا بيقف جنب ناس في أصعب الأوقات وناس تانية بتحس إنه بيبعد عنها؟ الحكاية مش صدفة، دي فيها أسرار كبيرة جدا محتاجين إن احنا نفهمها علشان نعرف إمتى ربنا بيتولانا برحمته وإمتى بيبعد عننا. تعالوا نسمي بالرحمن ونصلي على سيدنا النبي المصطفى العدنان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازاي ممكن نتعامل مع رحمة ربنا كتعامل المريض مع الدواء؟ وامتى يظهر اثر الجرعة في حياتنا؟ بصوا، رحمة ربنا اشبه بالدواء اللي بيكتب لصاحبه الشفاء بفضل الله. بس احنا اوقات بنعمل ايه او بعضنا بيعمل ايه؟ هشبهها لكم بالتشبيه الدنيوي. واحد تعبان فراح للدكتور فكتب له على أدوية وقال له يمشي عليها بانتظام، ده بروتوكول ولو أثرت فيه هيأثر على حياتك. بس هو ما سمعش الكلام وأهمل. العلاج قدامه بس هو عمال يقول هاخده كمان شوية، لا ده أنا كويس، عمال يقنع نفسه بأوهام. احنا كده مع ربنا. رحمة ربنا موجودة وبتعم كل البشر، كل البشر، بس مين محتاجها؟ انت محتاج لرحمة ربنا؟ طب اخبارك ايه في العبادات؟ انت ملتزم بصلاتك بخشوعك؟ انت وانت داخل تصلي وبتفرش السجادة، انت بتصلي صلاة حركية ولا بتصلي بقلبك؟ الله، ده معنى حلو قوي. الواحد لما يكون بيعمل شيء بقلبه ربنا بيبقى شايف، على فكرة لامس ده جوه قلبك. انت بتؤديه أداة حركية علشان انت مسلم وسمعت النداء فبتصلي، ولا عطشان للقاء الله حابب قوي؟ على فكرة اللي ما جربش الإحساس ده يجري لما يسمع الأذان أو حتى في جوف الليل يفرش سجادته ويناجي ربه ويقول يا رب محتاج لك. احنا كلنا محتاجين لله. طيب افتكروا معايا كده سيدنا يونس عليه السلام لما اجتمعت عليه الظلمات الثلاثة، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وهو بيناجي ربنا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بصوا الأدب مع الله، بصوا الجمال، قد إيه الواحد بيفتقد المعنى ده، ان انا اجري على حبيبي هو اللي هيطلعني من اللي انا فيه. انا بس متسرع، انا ممكن اكون باخد خطوات في الدنيا وانا موقع معنى التمهل والقرب والاستخارة من الله سبحانه وتعالى. احنا بنعمل مشاريع ونبني ونتحرك ونروح نتجوز ونجيب اطفال، وفي الاخر لان انا ما استخرتش الله، انا اتسرعت، انا ما اخدتش العلاج الرباني ومحتاج ان انا اعيش في سلام. ازاي؟ واحنا بنضحك على نفسنا؟ معقول تخف من غير ما تاخد العلاج؟ والا بقى لو حد راح ياخد علاج مش بتاعه، ده بيبقى بقى قمة التفكير الخاطئ. انت المفروض انك رحت للدكتور، ورحت له ليه؟ لانه دكتور، لانه هو المفروض ربنا هيحط في ايده الشفاء باذن الله، فخدت بالاسباب فرحت علشان تاخد العلاج وتخف. احنا محتاجين قرب ربنا علشان نخف من كل الاوجاع اللي محوطانا. ركزوا علشان بعد شويه هنشوف ربنا بيبعد عن مين وبيقرب من مين. ها، انا دلوقتي في اول كلمه قلتها قلت لك رحمه ربنا بتيجي من قربك منه. انت بتقول له انا عاوز العلاج يا رب اللي يشفيني ويخليني اقدر اواجه تحديات الدنيا. الحياة مليانة مشاكل، مصاعب، حاجات كتير. انت محتاج لقرب ربنا سبحانه وتعالى علشان تعرف الطريق وتقدر تمشي وتكمل وتنجح وتعيش مرتاح. كلنا نفسنا ان احنا نعيش مرتاحين في الدنيا. طب ده بيجي منين؟ من رحمة ربنا. طب رحمة ربنا يعني اخدها ازاي؟ بالقرب منه.
زي ما بتجربوا كل حاجة، جرب كده تقيم الليل وافرش سجادتك وصلي ركعتين وابكي من قلبك، تذلل ليه. كل ما تذللت لله يرفعك ويعزك. اوعى تروح لحد زيك كده وتقول له معلش وتشكي له وتحكي له، هيتضايق. الا من رحم ربي، في ناس بتقف جنب بعض وبتكون اسباب، بس ربنا بيحطها لك سبب، بيحط لك الشخص ده سبب. لكن لو انت بعيد عن حبيبك تفتكر هتلاقي حد يساعدك؟ او لا، اللي بعيد عن ربنا هتلاقي الناس بعيدة عنه. الناس مين اللي تساعده؟ ازاي نطمن ان ربنا موجود معانا دايما زي ما كان مع سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقت ما كان مع حبيبه صلوات الله عليه في الغار؟ وامتى نلاقي نفسنا بنبعد عن ربنا واحنا مش واخدين بالنا؟ بصوا، قربك من ربنا بيعتمد على مدى يقينك وتوكلك عليه سبحانه وتعالى. انت عايش بالمعنى ده؟ انت بتصحى كل يوم الصبح عايش بمعنى اليقين والتوكل على الله؟ بتدعي ربنا اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل فدبر لي أمري فإني يا ربي لا أحسن التدبير. تخيل لما تعيش بالمعنى ده، إن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيختار لك، إن هو اللي بيدبر لك حياتك، بيدبر لك خطواتك، بيقول لك تعمل إيه، بيبعد عنك إيه. بتبقى على يقين إن لو في حاجة خرجت من حياتك تقول الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد لي ده، أكيد خير ليا. طب ده جاب لك حاجة أنت مش حاببها، برضو خير ليا. سبحانك يا رب. لما الواحد بيعيش بالمعنى ده بيرتاح. بص سيدنا النبي يقول إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. بصوا، لا تحزن إن الله معنا، ربنا معانا، بس انت ما تضلش الطريق، ما تبعدش عنه، خليك دايما متوكل عليه، واثق في ربنا سبحانه وتعالى. هو عنده الرؤية الكاملة، الصورة الكاملة لحياتنا كلنا. شايف ايه اللي بيضرني وشايف ايه اللي ينفعني. انت ممكن تكون بتجري على النار وانت مش واخد بالك، شايفها بتلمع جميلة قدامك بس مش عارف انها نار. لكن ربنا بيبعد عننا لما بنقفل أبواب الرحمة بخطايانا. زي واحد عنده بيت وعنده زوجة وأولاد، فمأثر جدا مع الاتنين، مع الأولاد ومع الزوجة، فتلاقي البيت ده وقع بسهولة لأن لا فيه حب ولا فيه رحمة ولا فيه تعامل بالحسنى. ويتعجب هو ويقول الله، هو أنا ليه كنت بفتقد الأمان؟ هو أنت كنت قريب من الرحمن سبحانه وتعالى؟ أنت كنت مع حبيبك ولا أنت كانت واخداك الدنيا مأثرة عليك؟ ما كنتش بتاخد العلاج؟ كنت شايف ان القرب من ربنا ده كماليات، يعني حاجة كده مش اساس، والعياذ بالله، مع ان القرب منه هو الاساس. واي حاجة في الدنيا، اي حاجة في الدنيا تهون والله، اي حاجة. لكن خليك مع حبيبك يهون عليك كل شيء ويعدل لك كل شيء. تخيل كده لما يبقى عندك ولد يعني مزهقك شوية، فتقعد تدعي ربنا يا رب اهدهولي، يا رب يحفظ ولادنا جميعا، اللهم امين. فتبص تلاقي الولد ده ربنا كرمك فيه، ويعني بقى يجيب درجات طيبة في امتحاناته، وبقى مركز قوي وملتزم. انت هتفرح، هتبقى مبسوط لما تلاقي زوجتك كده مفيش مشاكل، مفيش توتر في البيت. هتلاقي جنة ربنا على الأرض وانت عايش في بيتك بأمان. عايز الأمان؟ قرب من الرحمن، هيديك الأمان وهيديك الخير والسعادة، الستر، الصحة، جبر الخاطر. اجبر، ربنا هيجبر خاطرك. طيب ليه في ناس بتحس ان ربنا تخلى عنهم وهو أرحم الراحمين؟ هل دي حقيقة ولا ده وهم؟ ربنا ما بيتخلاش عن عباده، احنا اللي بنبعد. ربنا ما بيبعدش عننا، ربنا موجود في كل لحظة. ربنا رحمته وسعت كل شيء. كل إنسان يقدر هو اللي يحدد اللقاء. يا جماعة، ده احنا اللي بنحدد اللقاء. ربنا موجود في كل ثانية وكل لحظة في حياتنا.
انت اللي بتحدد اللقاء يبقى امتى وتقعد وتتكلم معاه، وانت اللي بتنهيه. هو ابدا ما يتخلاش عن عباده. افتكروا معايا كده فرعون، افتكروا معايا. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تخيلوا، تخيلوا فرعون يقول كده، بس بعد فوات الأوان، بعد خلاص. أصل جات له علامات كتير قوي في الدنيا، ربنا حط له صور كتير قوي قدامه علشان يرجع عن كفره، عن كبره، عن جبروته. لكن هو كان بيقول لا، أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله. إياكوا والغرور، خلي بالكوا اللي عنده شوية كبر كده أو غرور أو شايف نفسه، اوعى. ده اللي طرد إبليس من رحمة ربنا، ده اللي خلى فرعون يكمل في الطريق اللي هو كان ماشي فيه. فربنا، بصوا انت لما بتوصل انك انت مصر، خلاص انت بقى شيل ذنب نفسك. انت سمعتني النهارده او سمعت حد امبارح او هتسمع حد بكره او هتلاقي موقف قدامك في الدنيا سبحان الله بيقولك بلاش، ارجع فكر، خد بالك ربنا موجود شايفك. عشان الافعال كتير وكل واحد فينا ليه تصرفاته وافعاله في الحياه اللي هو بيبررها لنفسه وبيشوف انها صح وسليمه. اي حاجه تعملها بينك وبين نفسك تخاف ان الناس تشوفك، بس انت مش خايف ان ربنا شايفك، انت بتطلع من رحمه ربنا، انت اللي بتطلع نفسك من رحمه ربنا. انت جعلت ربنا اهون الناظرين اليك. ليه؟ طيب خلينا نروح لمعنى تاني. ايه اللي بيميز دعاء المستغيث عن دعاء الله؟ استحضار القلب، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إنسان مدرك ولامس إن هو لما قال يا رب استحضر وجود الله جوه قلبه، فبدأ كده يناجي ربنا وهو روحه كده بتستغيث، يا رب يا رب. فرق عن إنسان تاني خالص بيدعي وقلبه وعقله في حتة تانية. لا إله إلا الله. إزاي؟ طب أنت ليه بدأت تدعي وأنت مش مستحضر كده عظمة الله جوه قلبك وروحك؟ أنت بتناجي رب السماوات والأرض زي واحدة ماسكة السبحة كده وقاعدة بتسبح ومتابعة المسلسل، مركزة قوي في الأحداث. طب ما أنت معاك السبحة، أنت هنا ولا هناك؟ ها؟ اللي بيدعي ربنا وقلبه مش لامس الكلام اللي هو بيقوله، الله. طب ما انت ممكن تركز شوية تستحضر عظمة الله، هتلاقي سبحان الله هيبقى في تفاعل بين القلب والروح والعقل، الاتصال هيتفتح. الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ليه بنحرم نفسنا من الحتة دي؟ ليه الواحد بيبعد؟ انت بتبعد بمزاجك، خلي بالك. طيب هو ما جاش عليك وقت غيرت كده غيرة دينية حلوة؟ سيبك من غيرة الدنيوية ان انا اشوف بني ادم ربنا كرمه فافضل اغل منه واقول انا عايز اكون في اليسر المالي ده. لا، الغيرة اللي انا اقصدها انك تشوف حد كده قريب من ربنا يدعيه فيستجيب له. جيت في يوم غيرت الغيرة الحلوة دي. بصوا، اعتراف مني قدامكم ان انا بغير لما الاقي حد قريب من ربنا، ببقى عايزة اكون انا الاقرب. لما بيدخل رمضان والناس كلها بتبقى في سباق عايزة توصل للرحمن بعباداتها واتصالها السليم، ببقى عاوزة ابذل اقصى جهدي واقول اصله القرب من ربنا اللي يفهم ده بقى، خلي بالكم واللي يركز فيه، القرب من ربنا عزة
وراحة، بيريحك، يريح أعصابك، بيخليك دايما راضي باللي في إيدك، تحمد ربنا وتشكر فضله. الاتصال بيه عزة ورفعة وكرم. انت بتحس نفسك في جنة ربنا على الأرض، على الرغم انك ممكن تكون بسيط قوي، حياتك بسيطة، انت مش من الأثرياء ماديا، لكن فكريا انت أغنى واحد في الدنيا، بقربك من ربنا، باتصالك بيه، بحبك لعمل الخير. أصل كل ما كنت قريب من ربنا واتصالك سليم، ده بينطبع على الناس بقى، بتبتدي تتعامل معاهم بشكل سليم، بحب، بجبر خاطر، بمعاملة كده طيبة فيها إحسان. بتلاقي الإحسان ده في حياتك في كل حاجة، أنت بتتقن كل شيء. القرب من ربنا بإتقان بيخليك تتقن القرب من الناس. طيب برضو خلينا نقول إيه المشترك بين توبة بتقبل وتوبة لا تقبل؟ لا إله إلا الله. هي مش كل توبة مقبولة. بصوا، ربنا ما بيقفلش بابه في وش حد، انت اللي بتقفل الباب في وش نفسك. التوبة لو ما كانتش بندم، لو ما كانتش بندم ملهاش لازمة. بتبقى عبارة عن كلام، وربنا مطلع على القلوب، شايف القلب ده هو عايز يتوب فعلا ولا بيقول كلام وخلاص. لكن لما يكون الكلام عبارة عن ندم، ومش هيكرر الذنب ده تاني، مش هيعمله تاني، عازم على عدم العودة، خلاص ربنا يقفل بابه في وشك ليه؟ لكن انت بقى لما تقول يا رب تبت وانت النية جوه شغالة، انا معلش اصل انا لسه ما عشتش حياتي، الله، وايه يعني؟ انا عايزة اقول لك من رحمة ربنا انك لو تبت من قلبك، من قلبك، ووقعت في نفس الذنب بعد شوية، بص اللي فات ده بيتغفر ويتمسح باستيكة، ربنا بيمحيه بفضله، ويكتب بقى الجديد ده من اول وجديد. بس ده لو وقعت فيه غصب عنك، مش انت مرتب، عشان اصل لو كنت مرتب والنية كان فيها ان انت هترجع، خلاص اللي فات يمحى ازاي؟ ده ربنا عنده العلم بكل شيء جوه القلوب. بصوا، افتكر الغامدية دي سيدة راحت لسيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وراحت تقول له يا سيدنا النبي، انا عملت حاجة غلط، وانا دلوقتي حبلى، يعني وأنا حامل في طفل من الحرام، فطهرني يا رسول الله. إيه ده؟ فيقوم سيدنا النبي صلوات الله عليه من رحمته وحكمته يقول لها طيب روحي لحد ما توضعي، وبعد كده تعالي. الست تقدر تمشي وما ترجعش تاني، لكن التوبة جوه قلبها بتصرخ، فتروح 9 شهور تولد، وتيجي لسيدنا النبي شايله رضيعها على ايديها وتقول له طهرني يا رسول الله. فسيدنا النبي يبص لها يقول لها طيب اذهبي حتى تفطميه، يعني روحي لحد ما تفطمي الطفل ده. فتروح وتقعد 2 وهي جواها عايزه توب، بصوا، وترجع لسيدنا النبي صلوات الله عليه وطفلها في ايده لقمه عيش، وتقول له فطمته، طهرني يا رسول الله. فسيدنا النبي علشان يطمن قلبها على ضناها يمسك الطفل الرضيع ده ويقول من يكفل هذا الطفل ويكون رفيقي في الجنة؟ ايه ده؟ ايوه، اصل الطفل ده يتقال بعد شوية ان هو ابن. بص جمال الاسلام، بص رحمة سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. فالكل يتسابق علشان ياخد الطفل ده هيكون رفيق سيدنا النبي. بص الترابط اللي سيدنا النبي بيعمله للمجتمع، اللي بتروح تفضح غيرك وتأذيه وتضره علشان دنيا. فيؤمر سيدنا النبي صلوات الله عليه برجم المرأة وتفارق الحياة. ففي حد من اللي موجودين قال كلمة مش حلوة عليها، فيرد الحبيب صلوات الله عليه تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لا إله إلا الله.
خليك مخلص في قربك من ربنا سبحانه وتعالى. احنا محتاجين لربنا. عايز المال، خليك مع ربنا. عايز الذرية الصالحة، خليك مع ربنا. عايز الستر في الصحة، خليك مع ربنا. مفيش حاجة هتيجي من الدنيا والناس أسباب بس، وربنا بيهيأ لك الأسباب الطيبة اللي تنفعك وتساعدك. فأنت لما تروح لنفسك وتقول لها ساعديني، نفسك اللي ممشياك، انت مطلوب ان انت تمشيها. تقول لها لا، خليكي في اتصال مع ربنا سبحانه وتعالى علشان ما تنفصلش النفس عن الروح عن الجسد فتبقى إنسان مشتت. خلينا دايما قريبين من الرحمن، ندعيه بإخلاص ويقين وتوكل علشان ربنا يدينا كل اللي احنا بنتمناه. احنا بنتمنى كتير قوي، واللي عنده عاوز تاني. وعاوزة أقول لكم وهفضل أقول لآخر يوم في عمري لحد ما ربنا ياخد أمانته، عاوز تعيش سعيد، خليك قريب من ربنا. ما تروحش بعيد عنه وتقول أنا تعبان أنا زهقان، ما أنت بعيد عنه، أنت بعيد عن مظلة الرحمن سبحانه وتعالى. أنت اللي واقف تحت الشمس الحارقة، خليك مع ربنا، هيضلل عليك ويرحمك برحمته ويديك من خيره. خير ربنا أفضل بكتير وأجمل بكتير من أي وهم وسراب أنت بتجري وراه. ربنا يحفظكم جميعا ويجعل دايما في قلوبكم الخير وفي عيونكم الخير، دايما كده تشوفوا كل شيء طيب وجميل، وربنا يرضيني ويرضيكم بكل شيء يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب كل حد بيشوفني دلوقتي يجبر بخاطره، يا رب اجبر بخاطر كل انسان محتاج لك، فانت الرحمن الرحيم الكريم. ربنا اكرم الاكرمين، انت ما تسيبش بابه، ما تبعدش عنه، وهيجبر خاطرنا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. اشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.